السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة سويتر تيوبر. النهاردة هنعمل مع بعض شاورما الكبدة بطريقة سهلة إن شاء الله وكلكم تعرفوا تعملوها. زي ما انتم شايفينها كده، احنا معانا المقادير: نص كيلو كبدة مقطع صغير، بصلاية مقطع جوليين أو رفيع كده زي ما انتم شايفين، ده عصير بصل، عصير ليمون، عصير ليمونة، معلقتين خل، البهارات: ملح، فلفل اسود، كمون، كاري، شطة، زنجبيل، بهارات 7، توم باودر، وربع مكعب مرقة دجاج. اللي مش عايز يحطه هو حر، بس بيدي طعم جميل جدا على فكرة، بيدي تست للأكل. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنحط كل الحاجات دي مع بعض ببساطة يعني شديدة. حطينا الكبدة في طبق بس أكبر شوية، وحطيت عليها الليمون، الخل، مية البصل أو اللي هو عصير البصل، البهارات، مكعب المرقة أو هو مش مكعب، هو ربع مكعب مرقة صغير عشان احنا حطينا ملح. وهنحط البصل دلوقتي زي ما انتوا شفتوا كده ونقلبهم كويس جدا. التتبيلة دي هنقعدها ليلة في التلاجة، اللي مستعجل عليها ساعتين ويبدأ يشتغل فيها مفيش مشكلة، بس لازم تقعد شوية في التتبيلة عشان تدي الطعم الحلو. بعد كده عندي طاسة على النار أو صينية أو أيا كان whatever يعني. هنحط سمنة فيها تسخن وبعدين ننزل بالكبدة. أنا حطيت سمنة، اللي عايز يحط زيت نباتي مفيش مشكلة. أهم خطوة بس النار تبقى عالية علشان نعمل شوك أو صدمة للكبدة عشان ما تنزلش المية بتاعتها، تفضل جوسي ومحتفظة بالعصارة اللي فيها، ده مهم جدا. ما بحطش كمان كل الكمية، لا انا بحط على قد ما الصينية بتاخد، مش بملى الصينية خالص عشان ما ياخدش من الحرارة اللي فيها. خلاص. ومش اول ما احطها اقلب، انا مسرعة بس هنا الفيديو، بس انا سبتها كده حاجة بسيطة شوية تاخد الصدمة الاولانية وبعدين قلبتها. خلاص. هفضل اقلب شوية فيها وبعدين هركنهم على جنب كده، هي لونت كلها. هركنهم على جنب واحط باقي الكمية بتاعتي. تمام. اهم خطوة هي دي يا جماعة، ان احنا نعمل صدمة للكبدة على نار عالية علشان ما تنزلش المية بتاعتها، كده بوظنا الاكلة. لو نزلت المية اللي جواها او العصارة اللي فيها، بعد كده هتنشف معاكي، مش يعني هتاكلي كأنك بتاكلي حتة كاوتش، مش كبدة، مش حاجة طرية خالص. تمام. خلاص احنا كده بقى هنسيبها شوية وهنقلب تاخد لون بس كلها، وهسيبها 5 دقايق كده على النار. الوصفة دي جميلة، مش قادرة اقول لكم جميلة ازاي. ما فضلش منها حاجة، هي اتخطفت لما اتعملت والله اتخطفت، ما فضلش خالص منها حاجة يعني. الخطوة دي بعد ما كلها اخدت اللون، احنا حطينا فلفل رومي مقطع صغير، ممكن تحطي فلفل الوان براحتك، انا حطيت اخضر، ممكن تحطي بقى الاصفر والاورنج يعني براحتكم. هنقلبهم كده مع بعض وهنسيبها شوية عشان تستوي، حوالي 10 دقايق، مش هتاخد وقت كتير، الكبدة مش بتقعد كتير على النار لان احنا كمان سيبناها في التتبيلة شوية. ده شكلها خلاص كده، شوفوا بتشكشك ازاي، جميلة 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 فعلا، تتبيلة الشاورما بالظبط، احنا عملناها معاملة الشاورما. دي التكية بقى اللي انا بحبها جدا في معظم الاكل، بحب طعم الشوي في الاكل. الشاورما انا بعمل فيها نفس الحكاية، يعني الشاورما العادية، اللحمة او الفراخ، فحمية مولعة كده وبتحطيها في ورقة فويل وتحطي عليها نقطتين زيت وتقفلي 5 دقايق. هنعملها بقى في ايه، في عيش، العيش اللي هو بتاع الشاورما ده انا عملته في فيديو قبل كده، هتلاقوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ده عيش التورتيلا او الشاورما، ودي طحينة عادية جدا،
عملنا الطحينة دي ببساطة شديدة يعني، طحينة خل، وبعدين ضفنا مية دافية عشان تفك تاني، وملح، شوية فلفل اسود، كمون، شطة، بابريكا. بس البابريكا هي اللي مديالها اللون اللي انتوا شايفينه ده. بندهن كده العيش بالطحينة، وبعدين بنحط الكبدة بتاعتنا وبطاطس بقى محمرة كده لطيفة. عايزة تحطي بقى هنا مخلل، حطي. يعني الاضافات بتاعتكم دي، الاضافات دي حاجة بتاعتكم انتوا، يعني بترجع لكم انتوا. بس بنلف العيش كده زي ما انتوا شفتوا. هعمل واحد كمان، وده هحط له فلفل مخلل، حلقات صغيرة كده. ده فلفل حامي مخلل، هحط منه حلقات كده جوه الساندوتش ده. بصوا، لو فاكرين العيش، شايفين طري ازاي وانا بلفه وما اتقطعش مني ولا اي حاجة. ده كان بعدها بشوية وقت، عملت الكبدة بعدها يعني. فالعيش قعد حوالي يعني قعد شوية يعني، فما جرالوش اي حاجة خالص، بالعكس زي ما هو طري. ده بقى هحط البطاطس الاول وبعدين نحط الكبدة. وممكن على فكرة يتعمل بطاطس بس، يعني العيش ده ممكن تحشيه بطاطس كده محمرة وشوية مايو وكاتشب مع بعض يعني، وبس. وتاكليه بألف هنا. بصوا بندوس عليه بس كده عشان يبقى مبطط شوية. بعدين في طاسة بقى على النار كده سخنة شوية، بنديله صدمة خفيفة كده عشان بس يسخن. لو عندك جريل يبقى هايل، اللي هي بتاخد شكل كده، اللي بتعمل شكل في العيش دي تبقى حلوة جدا برضو. بس احنا بس بنسخنه شوية يعني، خلاص عشان يثبت بس على الوضع اللي احنا عملناه، لان انا بططته شوية بايدي. بعدين بقى هنقطعه ونقدمه مع بعض. العيش جميل جدا. وشاورمة الكبدة دي لو جربتوها مش هتعملوا غير الطريقة دي، بجد والله مش بجامل فيها. طعمها حلو جدا، ومش بتاخد منك وقت خالص. انتي بتتبلي كله وتشيلي في التلاجة، وممكن تشيليها في الفريزر على فكرة، وتطلعيها تعمليها وقت ما انتي عاوزة. جربوها بإذن الله هتعجبكم يا حبايبي. بصوا انا بقى ظبطتهم كده بالطول، بس كده. الجوانب اللي كانت على الاطراف دي مش مشكلة، دي الولاد بياكلوها يعني. زينت في الاخر بقى بشوية مايونيز. وده العيش برضو، ده باقي العيش قطعته كده مربعات صغيرة، ودي الطحينة. وقدمت باقي الكبدة زي ما انتم شايفين. شوفوا شكلها تحفة تحفة تحفة، طعمها حكاية. لازم تتجرب، دي لازم تجربوها يا جماعة، حقيقي جميلة جدا والله. هو بصوا الشكل كمان باين بيقول يعني. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.